بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده على الدرس الأولاني في الجغرافيا وهو عناصر المناخ. قبل ما نبدأ لازم نفرق بين حاجتين، في حاجة اسمها الطقس وهو حالة الجو لفترة زمنية قصيرة، ممكن الفترة دي تبقى يوم أو ممكن تبقى عدة أيام، يعني من يوم لغاية أسبوع، ده أنا بسميه حالة الطقس. يعني أقدر أقول النهارده أو بكرة أو خلال الأسبوع ده الجو حر، لكن ما أقدرش أقول المناخ النهارده حر. هو ده الفرق. يبقى الطقس هو حالة الجو لفترة زمنية قصيرة، ممكن تبقى يوم أو ممكن تبقى عدة أيام، يعني لأسبوع. أما المناخ فهو حالة الجو لفترة زمنية طويلة، ممكن الفترة دي تبقى شهر أو ممكن تبقى سنة أو 3 أشهر، شهرين، فصل من الفصول، سنة كاملة. ده اسمه حالة الجو في فترة زمنية طويلة، اسمه المناخ. إيه هو النظام البيئي؟ ده نظام مفتوح تتفاعل فيه عناصر البيئة المختلفة. ده نظام مفتوح تتفاعل فيه عناصر البيئة المختلفة، سواء الإنسان أو الحيوان أو النبات. يعني بيتفاعل فيه الإنسان أو الحيوان أو النبات بيتفاعلوا. وعلى فكرة إن الإنسان والنبات بيخشوا البيئة بشكل وبيخرجوا بشكل تاني. يعني الإنسان بيبقى عايش، ربنا خلقه، وبعدين يموت، يبقى كده خرج من البيئة. النبات كذلك الإنسان بيزرعه وبعدين يموت فيخرج من البيئة لتخرج منها في صورة أخرى. يبقى لما نيجي نسأل إيه هو النظام البيئي؟ هو نظام مفتوح تتفاعل فيه عناصر. يقول لك هنا اكتب ما تشير إليه العبارة. نظام مفتوح تتفاعل فيه عناصر البيئة المختلفة. إيه الإجابة؟ يبقى اسمه النظام البيئي. عناصر المناخ 4 حاجات: الحرارة، الرياح، الضغط الجوي، الأمطار. وعلى فكرة أهمهم هو الحرارة. ليه الحرارة هي أهمهم؟ لأن الحرارة اللي بتجيب الضغط، والضغط هو اللي بيجيب مين؟ الرياح، والرياح هي اللي بتجيب مين؟ الأمطار. يبقى أهم هذه العناصر هي مين؟ الحرارة. وهنا أولا هنبدأ فعلا بشرح الحرارة. تعتبر الحرارة أهم عناصر المناخ. أو ما هي العوامل المؤثرة في درجة الحرارة؟ وبيجي فيها سؤال بالمنظر ده: ليه اختلفت درجة الحرارة رغم أن مصدرها واحد وهو الشمس؟ يعني احنا عايشين على سطح الأرض، هل المنطقة اللي هنا زي المنطقة اللي هنا زي المنطقة اللي هنا في المناخ؟ لا، دي مختلفة عن دي، مختلفة عن دي. ليه مختلفة؟ بقول له اللي أدى لاختلاف درجة الحرارة هو الموقع، المكان بالنسبة لدوائر العرض، قرب أو البعد عن المسطحات المائية، طول النهار، وكذلك التضاريس أثرت برضو، التضاريس أثرت، وكذلك الغطاء النباتي. يبقى أنا عندي كم حاجة أثرت في درجة الحرارة؟ عندي هنا 5 حاجات: الموقع اللي هو المكان بالنسبة لدوائر العرض، أو القرب والبعد على المسطحات المائية. ونشرح واحدة واحدة من دول بالتفصيل. أولا موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض. في سؤال في الحتة دي خدناها في الترم الأولاني: تتميز الأماكن القريبة من خط الاستواء بارتفاع درجة الحرارة. ليه؟ هقول له طبعا بسبب تعامد إشاعة الشمس عليها طول النهار، والإشاعة ساعتها بتكون مالها عمودية. فاكرين طبعا الكلام ده؟ طيب سؤال تاني بما تفسر: تتميز الأماكن البعيدة عن خط الاستواء بانخفاض درجة الحرارة. ليه؟ بسبب إن إشاعة الشمس هتكون مالها المرة دي هنا مائلة، فعشان كده بتقل فيها درجة الحرارة. أما التضاريس بيجي لنا سؤال فيها: هل تؤثر التضاريس على درجة الحرارة؟ طبعا الجبال بتؤثر على درجة الحرارة. عايز افهمك حاجه، ان عندي جبل اسمه جبل كينيا، وعلى فكره جبل كينيا ده بيوجد عند خط الاستواء في مناطق الحر شديده الحراره، ورغم ذلك تلاقي ان جبل كينيا ده فيه تلج من فوق. ليه؟ بسبب عامل الارتفاع، لان كلما ارتفعنا 150 متر بتقل الحراره درجه واحده مئويه. يعني الحراره بتقل درجه واحده مئويه كلما ارتفعت انا 150 متر. وعلى سبيل المثال هوريكم شكل الجبال هنا عندنا زي ما انتم شايفين هنا اهو. نبدأ نشوف شكل الجبال. هنا اهو ادي جبل اهو، ولاحظ حاجه ان الجبل ده لونه بني اهو زي ما انت شايف. هنا مفيش تلج فوق الجبل ده، يعني قمه الجبل ده مفيش تلج. ليه؟ قال لك لان ده اقل، الارتفاع بتاعه قليل. لكن بص، كل ما بطلع 150 متر، بطلع 150 متر، 150 لقيت درجة الحرارة قلت درجة واحدة مئوية. لقيت هنا تكون التلج. ليه تكون التلج في المناطق الشمالية هنا؟ عشان كلما ارتفعت 150 متر.
ودي انا شارحها لك. ادي الجبل اهوت، هنا عندك طول الجبل ده مثلا 4200 اهو، معايا 4900 اهو ارتفاعه، يعني ببدا من 4200 لغايه 4900 ده ارتفاعه، دي اسمها قمه الجبل فوق اهي. بص هنا درجه الحراره كانت هنا، لو انا واقف هنا درجه الحراره صفر، هنا هتبقى -1 يعني اقل من الصفر، وهنا -1 اقل من الصفر، -6 اقل من الصفر، ده تلج. يبقى هنا ليه تكونت الثلوج؟ كلما ارتفعت 150 متر تقل درجه الحراره درجه واحده ايه؟ مئويه. القرب او البعد عن المسطحات المائيه. الاول قبل ما اشرح يعني ايه كلمه مسطحات مائيه، هي الاماكن، المسطحات المائيه اللي هي البحار والمحيطات عامه، ولكن الاماكن القريبه لو انا قريب من المسطحات المائيه الجو هيبقى ماله؟ قال لك الجو هيتميز بالاعتدال الحراره في الصيف، والجو هناك بيبقى دافي في الشتاء. لذلك احنا كلنا بنروح نقعد في اسكندريه جنب البحر ليه؟ او في اي مصيف عشان اعتدال الحراره في الصيف، وبتبقى الجو هناك دافي في الشتاء. لكن الاماكن البعيده عن المسطحات المائيه ده الجو بقى بيكون حار في الصيف وبيبقى بارد ماله في الشتاء. بما تفسر ليه الكلام اللي انا قلته ده؟ ليه الجو بيبقى معتدل الحراره في الصيف ودافي في الشتاء، والاماكن البعيده تبقى حر في الصيف وبارده في الشتاء؟ لان الميه تعمل على تلطيف درجه الحراره للمناطق القريبه ايه منها. واضح الكلام ده طبعا. زي الميه اهي، انا هنا جنب الميه اهو، في اي منطقه جنب الميه اهي، فالجو بيبقى جدا معتدل الحراره في الصيف ودافي في الشتاء. طب لو انا فضلت بعيد 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 بقى ماشي بعيد كده على المناطق بعيد عن البحر، يبقى المناطق ده هيبقى الجو فيها حراره في الصيف وبارد في الشتاء، دي بيسموها مناخ داخلي، يعني مناخ صحراوي بعيد عن المسطحات الايه؟ المائيه. يبقى هنا هل المسطحات اثرت في الحراره؟ اثرت طبعا. الغطاء النباتي اللي هو الشجر اللي قدامك، انا مديك رسمه اهوت، دي الاشجار اللي بتبقى عندك. طبعا لو انا ماشي في الصحراء هنا، انا هنا مكشوف للشمس فبترتفع درجه الحراره، لكن لو دخلت جوه الغابات هنا اكيد بلاقي ظل بتاع الايه؟ اوراق الشجر. فلذلك بيجي لك سؤال يقول لك تقل درجه الحراره في الغابات والمناطق المزروعه عن المناطق المكشوفه؟ ايوه، لان الغطاء النباتي يمنع وصول ضوء اشعه الشمس على سطح الايه؟ الارض. كده واضحينها؟ على فكره انا كل اللي انا بقوله ده الحاجات اللي بتؤثر في الحراره، كل اللي انا بقوله ده ايه هي الحاجات اللي بتأثر في الحراره. طيب لو خدنا حاجه عندي اسمها طول النهار. طبعا احنا عارفين ان في الصيف احنا عارفين ان النهار بيبقى طويل، وفي الشتاء النهار بيبقى قصير. طب ايه الفكره لما في الصيف النهار يبقى طويل؟ يعني الارض بتحصل على قدر كبير جدا من اشعه الشمس، اما في الشتاء النهار قصير فالشمس ما بتظهرش كتير، فتحصل الارض على قدر قليل من اشعه الشمس. زي ما انت شايف هنا كده، هنا مثلا المنطقه ديت بقول لك ايه؟ اول حاجه اللي هو عنصر رقم 5 طول النهار. هاجي اقول لك ايه؟ في الصيف ماله؟ بيقول لك تزداد درجه الحراره. ماشي، طب بسبب ايه يعني بتزداد درجه الحراره؟ قال لك بسبب طول النهار، فتلتقي الارض كميات كبيره من اشعه الشمس. طب والشتاء؟ قال لك وفي الشتاء تقل درجه الحراره. طب ليه؟ قال لك بسبب قصر النهار، فتتلقى الارض كميات مالها قليله من اشعه الايه؟ الشمس. الجزئيه ديت انا عايزكم تفهموها كويس. دي الكره الارضيه اللي قدامكم ديت، دي عباره عن الكره الارضيه. الكره الارضيه بيقول لك ليه قسم العلماء الارض الى مناطق حراريه؟ قال لك بسبب اختلاف درجه الحراره على سطح الارض. يعني العلماء هنا ليه قسموا العالم لمناطق حراريه؟ قال لك لانهم اختلفوا بسبب اختلاف درجه الحراره على سطح الايه؟ الارض. افهم بقى الحته اللي انا هشرحها لك بالتفصيل. لو جيت قلت عندك المنطقه ديت اللي هي بيسموها المنطقه الحاره، بتبدا منين؟ بتبدا من منطقه صفر، بتبدا من صفر اللي هو خط الاستواء ده بسميه صفر، لغايه منطقه كام؟ قال لك لغايه، يعني عندك انت من الصفر لغايه 30، لغايه كام؟ 30 درجه شمالا، ومن صفر لغايه 30 درجه جنوبا. يعني من الصفر لغايه كام؟ 30 درجه جنوبا، ومن صفر لكام؟ 30 درجه شمالا. كل دي اسمها ايه؟ اسمها المنطقه الحاره. كل ده حلو.
طب المنطقة الحارة دي بتتميز بإيه؟ قال لك بتتميز بطول، بتتميز بإيه؟ بين الحرارة طول العام، يعني الجو بيبقى فيها الجو حر جدا بيبقى ماله طول العام. طيب لو قال لك اكمل الفراغات، المنطقة الحارة المدارية بتبدأ من دائرة عرض كام لكام؟ هقول له بتبدأ من دائرة عرض 30 جنوبا لغاية 30 ايه شمالا، ويمر في الوسط نقط، هقول له خط الايه الاستواء. طب الجو هناك ماله؟ قال لك الجو هناك يتميز بايه؟ ان حرارة طول العام. المنطقة المعتدلة، انا عندي المنطقة دي بقى من 30 لغاية 60، المنطقة ديت من 30 لغاية 60 دي منطقة اسمها معتدلة شمالية، وبرضو من 30 ل 60 جنوبا دي بيسموها منطقة معتدلة جنوبية. طب نشرح واحدة واحدة. المنطقة المعتدلة سواء الشمالية فوق أو الجنوبية تحت بتبدأ من كام؟ قلت لك هتقول لي تبدأ من 30 لغاية 60، وتقل فيهم الحرارة كلما ابتعدنا عن المدارين شمالا أو إيه جنوبا، يعني كلما ابتعدت عن المدار السرطان أو ابتعدت عن مدار الجدي. تعال نمسك المنطقة المعتدلة، في نوعين، في منطقة معتدلة دافية ومنطقة معتدلة باردة، وهم في الشمال كلهم. المنطقة المعتدلة الدافية بتبدأ من كام؟ من 30 لغاية 45 شمالا، والمنطقة المعتدلة الباردة من كام؟ من 45 لغاية 60 شمالا. نفس الكلام تحت برضه، من 30 ل 45 دي المنطقة اللي بيسموها المعتدلة الدافية، ومن 45 ل 60 دي بيسموها المنطقة المعتدلة اللي هي بيسموها المنطقة المعتدلة الباردة برضه في الجنوب. طيب لو جينا قلنا قسمناهم، المنطقة المعتدلة عندك هنا قلنا مثلا المنطقة الحارة المدارية، قلنا من كام لكام؟ قلنا بتبدأ من 30 درجة شمالا لغاية 30 درجة جنوبا. طب لو قال لك ويمر في وسطها، هقول له خط الاستواء. تمام. طب الجو ايه؟ لو سألك سؤال قال لك الجو يتميز بايه؟ اقول له بحرارة طول العام. طب هبدأ اقسمها لجزئية تانية، قلت لكم انا بعيد الحتة دي بكررها اكتر من مرة. المنطقة المعتدلة الشمالية ديت مالها؟ قال لك بتبدأ من 30 درجة شمالا لغاية 60 درجة شمالا، بس هي معتدلة في الشمال اوكي، بس هي بتنقسم لنوعين، ما تنساش معتدلة دافية ودي بتبدأ من 30 ل 45، وعندي معتدلة باردة بس بتبدأ من دائرة عرض كام؟ 45 لغاية كام؟ 60. نفس الكلام في الجنوب، انا عندي المنطقة المعتدلة الجنوبية برضو من 30 ل 60 بس بقسمها لجزئين، في من 30 جنوبا لغاية 45 جنوبا دي منطقة معتدلة مالها؟ دافية، وفي من 45 ل 60 جنوبا منطقة معتدلة باردة دي المنطقة الايه الجنوبية. زي ما احنا شايفين كاتب لك انا اهوت، تنقسم طبعا كل من هاتين المنطقتين الى المنطقة المعتدلة الدافية من 30 ل 45 شمالا، وتتميز بحرارة في الصيف طبعا والشتاء معتدل، وفي المنطقة المعتدلة الباردة اللي هي تقع من 45 لكام؟ ل 60، وتتميز بصيف معتدل والشتاء ماله بارد. اما المنطقتين القطبيتين بقى اللي هي من كام لكام؟ من 60 ل 90 دي بقى دي بتبقى شديدة البرودة طول الايه العام، تتميز بشدة البرودة طول العام اللي هي من 60 ل 90 جنوبا، وبرضه في نفس الوقت بتبدأ من 60 ل 90 مالها شمالا، هي دي اللي بيسموها المنطقة الايه بيسموها المنطقة القطبين او المناطق الباردة اللي هي من 60 لغاية كام؟ 90. هنقل معاكم لجزئية تانية. وناخد تطبيقا على الكلام ده مصر نفسها. لو جيت قلت ادي عندي هنا مصر، وجيت قسمت مثلا الخريطة عندي في مصر الى جزئين. لو جيت اتكلمت على مصر الجزء الشمالي في مصر بقول يقع في المنطقة، انهي منطقة؟ بقول لك يقع في المنطقة اللي بيسموها المنطقة المعتدلة الدفيئة. وعارفين ان مصر طبعا بتبدأ من دائرة عرض 22 درجة شمالا لغاية حوالي 31.5 درجة شمالا. اذا المنطقة الجنوبية في مصر تقع في المنطقة بيسموها المدارية الحارة، اما معظم مصر يقع في المنطقة الايه المعتدلة الدفيئة، ودي بيجي لي فيها سؤالين، يقول لك اكمل الفراغات. تمتد مصر بين دائرتي عرض، اقول له 22 ل 31.5 شمالا. يجي بقى يقول لي صح وغلط، يقول لك تمتد مصر بين دائرتي عرض 22 لغايه 31.5 جنوبا، يبقى الاجابه ايه؟ غلط لانها شمالا.
طب يقول لك اكمل الجزء الجنوبي من مصر يقع في المنطقه، اقول له المنطقه المداريه الحاره زي ما انت شايف اهو. اما معظم مساحه مصر، مش شمال مصر بس، ده معظم مساحه مصر تقع، اقول له في المنطقه المعتدله الايه؟ الدفيئه. وده طبعا الجزء الخاص بعناصر المناخ اللي هو في الفصل الاول.